السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة حبيت أقدم ليكم باستا فلورا لكن بشكل مختلف شوية، مليان قلوب عشان تعبر عن الحب اللي بنطبخ بيه في مطبخ أمي هدى. زي ما انتم شايفين العجينة مرملة وذهبية وزينتها بقلوب رقيقة فوق طبقة مربة الفراولة اللي عملناها سوا قبل كده في فيديو. الفكرة بسيطة جدا لكن بتخلي الصينية شكلها شيك جدا، وزي ما تعودنا إننا بنطبخ بحب وبركة، والفيديو ده وكل وصفة بقدمها هي صدقة جارية لروح أمي الغالية هدى. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة في الأيام المفترجة دي. ويلا بينا نصلي على النبي ونشوف الطريقة مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة معانا الدقيق، معانا المكونات الجافة. أول حاجة هنجهزها وبعد كده نجهز المواد السائلة. معانا أول حاجة 3 كوبايات دقيق. الطريقة دي مجرباها كذا مرة، ويعني هي دي اللي معتمداها من أيام أمي الله يرحمها، كانت دايما بتعمل لنا الوصفة دي وأنا بحبها جدا. معانا 3 كوبايات من الدقيق هننخلهم كويس. يعني أنا بحب إن احنا ننخل الدقيق في أي وصفة لأن بنفرغ منه الهواء وبيكون بيدخل بين جزيئاته هواء كده وبيبقى كويس جدا. ال3 كوبايات دقيق هنضيف عليهم معلقة بيكنج باودر. أنا ضفت هنا كيك شيف، ممكن بيكنج باودر عادي، أي حاجة مادة رفع يعني. معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة الملح. اهم حاجه في اي عجين هنعمله هي رشه الملح. نركن بقى المواد الجافه دي ونجيب بقى طبق تاني هنعمل فيه المواد السائله. معانا اول حاجه نص كوبايه سمنه بلدي. انا حطيت نص كوبايه سمنه، او ممكن زبده لو نستبدلها بزبده لو عندكم زبده. انا بعملها بسمنه، بس لما بتبقى بزبده بتبقى دايبه وجميله جدا برضه، انا ما كانش متوفر عندي. هنضيف كمان على نص كوبايه السمنه نص كوبايه زيت. نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، عليهم معلقتين سكر. انا ما بحبش تكون مسكره، طبعا السكر ده حسب الرغبه. انتوا عايزينها تبقى مسكره ممكن تضيفوا ربع كوبايه، نص كوبايه، او كوبايه براحتكم، بس انا ما كنتش عايزه الوصفه دي تبقى عليها سكر كتير لان عليها مربى فراوله. هنقلب شويه كده السمنه مع السكر، وبعد كده ننزل عليهم ببيضتين، 2 بيض، وعليهم فانيليا، وهنضربهم كويس جدا سواء بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي. المهم ان هما يختلطوا مع بعض علشان تدينا نتيجة كويسة جدا. لازم كل المكونات دي تختلط مع بعض، البيض مع السمنة مع السكر، نضربهم كويس جدا. انا هنا شغلت المضرب لحد ما نحس ان احنا الخليط بتاعنا امتزج كله كده مع بعض وعمل يعني زي الفوم الابيض ده. بصوا كده الخليط بدأ يعني يبقى لونه ابيض كده، والبيض يعمل فوم كده كده. احنا ماشيين كويس جدا. هناخد الخليط السائل ده ونضيفه على المكونات الجافة بتاعتنا. بس اهم حاجة انا مطولة معاكم علشان اوريكم هي قد ايه خدت، انا كده كمان مسرعة الفيديو بس علشان اوريكم هي قد ايه خدت معانا ضرب. يعني حوالي مثلا 5 دقايق او 7 دقايق ننزل بالمكونات الجافة بتاعتنا. وهنا خلاص بقى مش هنستخدم المضرب، هنعجن بايدينا، نلم العجينة كده مع بعض. آه هنخلطها كويس مع بعض بايدينا، وهتلاقي العجينة كويسة جدا. يعني هي زي عجينة البسكوت الجامدة شوية. يعني عجينة بسكوت جامدة بس جميلة جدا، يعني بتكون طرية وفي نفس الوقت مقرمشة، والفراولة بتديها طعم جميل. الله يرحم والدتي يا رب، كانت دايما بتعملها لنا، وبعدين منجزة جدا. يعني لو دخل عليك ضيوف في 10 دقايق هتحضريها، هي ما بتاخدش وقت خالص. يعني هي كل الفيديو كله ما خدش وقت، في ثانية. هنا بصوا بوريكم قد ايه هي طريه وملمسها طري. يعني هي لما تفرفتيها بتتفرفت، ولما تشكليها بتتشكل كده. العجينه المطلوبه بتاعتنا دي انجح طريقه ليها. معانا صينيه، ممكن صينيه طرت، ممكن اي صينيه عندك. انا ما كانش عندي صينيه طرت فمش هوقف نفسي، عندي الصينيه القلب دي جميله جدا برضو. دهنتها كده بمعلقه سمنه بلدي وشويه زيت علشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش في الصينيه. ندهنها كويس جدا وناخد تلتين العجينه نفردها في الصينية. هتكون دي هي الباستا فلورا بتاعتنا، والتلت الباقي هنعينه في التلاجة بس لحد ما نشكله. بس يعني ايه، هنحطه في التلاجة لحد ما احنا نفردها كده في الصينية ونحط عليها مربى الفراولة. احنا هنا ممكن، انا هنا مستخدمة مربى فراولة اللي احنا كنا عاملينها سوا، بس انتي ممكن تستخدمي اي مربى، ممكن مربى مشمش، ممكن مربى تين، ممكن مربى كريز، اي مربى انتي حباها مش هتقولك لا. يعني بس انا حبيتها بالمربى الفراولة. يعني انا من وانا صغيرة كنت باكلها بمربى الفراولة، بس انا دايما بعملها بمربى الفراولة. بعد ما فردناها كويس جدا في الصينيه بصوا بقت يعني سمكها بسيط خالص. خرمناها كده بالشوكه، عملناها كده فتحات بالشوكه علشان انا مش عايزاها تعلى في الفرن وتكون عاليه، لا انا عايزه يكون سمكها اصلا بسيط. ونفرد عليها مربى الفراوله الجميله بتاعتنا الخطيره اللي طعمها جميل وسكرها قليل. يعني ما يعني بصوا يا جماعه، الطريقه دي تنفع كده يعني لمرضى السكر، لاي امراض، يعني ما فيهاش اي حاجه وحشه. يعني هي بالعكس سكرها قليل وحاجات كلها صحيه وجميله وسريعه. هنا بقى الجزء الباقي من العجينة بنفرده كده بالنشابة، نفرده كويس خالص لحد ما نخلي السمك بتاعه بسيط. انا كان عندي هنا القلب ده كان موجود كده في لعبة عندي بتاعت ابني، فقلت استغله. يعني هي استخدمت ان هو يكون قطاعة بس كده.
طبعا مش مستخدم قبل كده، يعني نضيف جدا. اي قطاعه عندك بقى، انت سواء انت عايزه تعمليها بالمبشره، انا في طرق تانية كتير هعملها لكم بالمبشره، اللي هي ببشر العجينه كده على المبشره بتاعه العجين، او ممكن تعمليها شرايط، او ممكن تعمليها ورود. اي قطاعه متاحه عندك، ما توقفيش نفسك، ما توقفيش نفسك، اعمليها. المهم ان هي تكون شكلها حلو جمالي كده، ونزين الشكل اللي فوق كده بالقلوب، بيبقى شكلها جميل قوي وتحفه. ونحاول كده نرص بقى، يعني نطلع الروح الفنانين اللي عندنا شويه. فرحي ولادك واعملي لهم كل الحلو ويعني بتبقى ذكريات جميلة خالص معاهم. ودلوقتي بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، يكون ساخن كده علشان نحط فيه الصينية بعد ما جهزت ما شاء الله عليها. بصوا شكلها عامل ازاي، هي شكلها تتاكل نية اصلا. هنحطها في الشبكة اللي في النص لمدة نص ساعة. ودلوقتي بقول لكم بص، استوت بقى جميلة وخطيرة جدا، ما خدتش وقت. يعني هي ما كملتش معانا النص ساعة، هي تقريبا تلت ساعة او 25 دقيقة وخلصت. ما شاء الله عليها. في اخر وقت فتحت عليها الشواية كده، خدت سنة بسيطة كده من اللون الذهبي ده. اتمنى تجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.